أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، موعد النهاردة إن شاء الله مع الدرس الأول في الترم الثاني واللي بعنوان النشاط الزراعي وموارده في العالم. ونبدأ مع بعض أسئلة التميز، أسئلة القمة في كتاب الأضواء، ونقول بسم الله. صفحة 24، ونبدأ طبعا بأول سؤال معانا أسئلة الاختيارات من بين طبعا أربع اختيارات ألف وباء وجيم ودال. جايب لي أول سؤال معايا، يقول لي تقع أكبر الدول المنتجة للقطن بقارات العالم القديم في الجزء، يا ترى الجنوبي الغربي، الشمالي الغربي، الشرقي أم الجزء الغربي؟ طبعا هو قايل لي إن أكتر الدول المنتجة هي دولتي الصين والهند. وزي ما احنا عارفين طبعا دولة الصين ودولة الهند يقعان طبعا في نص الكرة الشرقي، إن ده خط جرينتش اهو، فطبعا فالاختيار هيكون نصف الكرة الشرقي، فيكون الاختيار رقم جيم وهو النصف الشرقي. السؤال رقم 2، القمح من أهم المحاصيل في الزراعة الكثيفة والزراعة التجارية، ولكن يتمثل الاختلاف بينهما فيه. يا ترى إيه؟ طبعا القمح بيتزرع في الكثيفة والتجارية، طب إيه الاختلاف؟ يا ترى رقم 1 في الجودة ولا في السعر ولا الكمية ولا اللون؟ لا طبعا الاختلاف بين كمية الزراعة في الكثيفة أقل بكتير من الزراعة التجارية، إنتاجها ضخم، فيكون رقم جيم هي الكمية. رقم 3، الشرط الأساسي الذي رجح كفة مصر على دول أوروبا لزراعة قصب السكر هو إيه الشرط؟ فجايب لي يا ترى المناخ الحار ولا الأيدي العاملة الوفيرة ولا وفرة المياه العذبة ولا الخبرات العلمية المتطورة؟ طبعا اللي رجح كفة مصر على أوروبا في زراعة قصب السكر، احنا عارفين إن قارة أوروبا القارة الوحيدة اللي ما ينفعش تزرع قصب السكر عشان المناخ، فاحنا عندنا مناخ مصر الحار ده ساعدنا جدا على زراعة قصب السكر. رقم ألف. السؤال الرابع، المحاصيل المرتبطة بزيادة الثروة الحيوانية لأي دولة هي ايه المحاصيل المرتبطة بزيادة الثروة الحيوانية؟ جايب لي مجموعة من الاختيارات، يا ترى الذرة والقمح ولا الذرة وقصب السكر ولا الذرة والقطن ولا القمح والقطن؟ طبعا واحنا بنتكلم قلنا ان محصول الذرة دول كتير جدا بتستخدمه كغذاء للحيوانات زي امريكا الشمالية، والقطن بعد عصر بذرة القطن بيستخدم المخلفات هذه البذور ك يعني علف للحيوانات ومفيد جدا مغذي ليها، فهيكون طبعا الاختيار رقم باء الذرة والقطن. مخلفات بتاعة بذرة القطن مفيدة جدا للحيوانات. رقم 5، تتشابه الزراعة الكثيفة مع الزراعة العلمية في أنهما إيه وجه الشبه بين الزراعة الكثيفة والزراعة العلمية؟ طبعا الاتنين لو خدنا بالنا، يا ترى بيقول ينتمين لنفس الأقاليم المناخية ولا تحتاجان إلى خبرات علمية متطورة؟ لا طبعا الكثيفة لا، مش يعني الزراعة العلمية أيوة بتحتاج. طب ينتمين إلى زراعة متقدمة ولا تحتاجان إلى أيدي عاملة مدربة؟ طبعا الشبه بين الكثيفة والعلمية الاتنين زراعة متقدمة، يبقى رقم باء هو هيكون الاختيار. رقم 6، السؤال السادس، بالرغم من تطور الصين تكنولوجيا فإنها تستخدم الزراعة الكثيفة، ويرجع ذلك إلى إيه اللي يخلي دولة زي الصين وبتستخدم الزراعة الكثيفة برغم انها متقدمه؟ يا ترى نقص الخبرات الزراعيه؟ لا طبعا، ولا شده برودتها ولا زياده عدد السكان ولا صغر مساحتها؟ لا هو زياده عدد السكان، عندها سكان كتير، فانا مش محتاج ان انا استخدم الزراعه الواسعه او الزراعه العلميه، لان ده هيقلل جدا الايدي العامله، وانا محتاجه اشغل عماله كتير زياده عدد السكان. طيب السؤال رقم 7، يمكن أن تتم زراعة الشاي في مصر إذا توفرت لديها، يا ترى إيه الشروط اللي لو توفرت عندنا نزرع الشاي؟ واحنا من اكتر الشعوب اللي يعني بتستهلك الشاي وبتشرب شاي كتير جدا، بس للاسف ما بنزرعهوش. ليه؟ إيه يا ترى التربه الخفيفه ولا لو توفر عندنا المياه الوفيره؟ طب المياه الوفيره ما هي موجوده، مياه نهر النيل ادامه الله علينا يا رب. إيه ولا المناخ الحار موجود في الصعيد مصر ولا الهواء الرطب؟ والله انا عندي، خدوا بالكم من حاجه، انا عندي الهواء الرطب موجود عندي في منطقه الدلتا. الدلتا ممكن ان احنا نزرع فيها، بس للاسف الدلتا هنلاقي انها عندنا تربتها تقيله، عشان كده بنزرع فيها الارز، ما ينفعش يزرع فيها. فلو عندي التربه الخفيفه في حته منطقه زي الدلتا ممكن جدا ان احنا نزرع فيها الشاي، فهيكون اختيار رقم الف.
لو كملنا أسئلة وبصينا على صفحة 25 السؤال الثامن: وفقا للشروط المناخية لزراعة قصب السكر ما أنسب الأماكن في مصر لزراعة قصب السكر؟ يا ترى الوجه البحري ولا الوجه الإبلي ولا في منطقة الصحراء الغربية ولا الصحراء الشرقية؟ طبعا أفضل منطقة في مصر عندنا لزراعة قصب السكر هي الوجه الإبلي. الوجه الإبلي بينتج كمية طبعا قصب، يعني المعلومة حضرتك مثلا يقول لي طب ما في الوجه البحري بيتم زراعة قصب السكر. قصب السكر في الوجه البحري ده الأغراض العصير والاستخدامات مش عشان إنتاج السكر. الوجه الإبلي مشهور عندنا بإنتاج السكر، من يعني إنتاج ونسبة السكريات بتبقى فيه عالية. طيب رقم 9: أي من القارات العالم الآتية لا تتوفر بها الزراعة البسيطة؟ يا ترى ايه القارة اللي ما فيهاش الزراعة البسيطة؟ يا ترى قارة آسيا ولا قارة افريقيا ولا اوروبا ولا رقم د امريكا الجنوبية؟ طبعا القارة اللي ما فيهاش زراعة بسيطة هي قارة اوروبا لانها متقدمة جدا، فمش طبعا مش محتاجة انها تعمل الزراعة البسيطة او ما تتوفرش فيها الزراعة البسيطة، هي قارة اوروبا. السؤال العاشر يقولوا الأخير فيه اختر، بيقول لي القاسم المشترك بين الزراعة البسيطة هناخد بالنا والزراعة الكثيفة يتمثل في الاعتماد على ايه؟ ايه المشترك بين الزراعة البسيطة والكثيفة؟ يا ترى الآلات الحديثة؟ لا طبعا، ولا الأيدي العاملة ولا قلة التكاليف ولا الطرق العلمية؟ إيه طبعا المشترك بين الاتنين، المشترك يبقى هي الأيدي العاملة. الاتنين بيعتمدوا على الأيدي العاملة في الزراعة ايه سواء كثيفة او البسيطة. السؤال التاني اللي معانا وهو السؤال ما العلاقة، وطبعا احنا متفقين مع بعض ان سؤال ما العلاقة ده من الاسئلة السهلة جدا بس عايزة تركيز. محصول العلاقة بين محصول قصب السكر والمناخ، ايه العلاقة بين قصب السكر والمناخ؟ فهنقول له طبعا محصول قصب السكر بيتطلب مناخ مداري حار، لذلك لا تجود زراعته في قارة أوروبا، القارة الوحيدة اللي ما ينفعش يتزرع فيها قصب السكر بسبب إن مناخها معتدل وبارد، فطبعا هو عايز درجات حرارة مرتفعة. السؤال التاني في ما العلاقة بيقول إيه العلاقة بين المناخ وإنتاج الشاي في العالم؟ يا ترى في علاقة بين الاتنين؟ فهنقول له والله الشاي من المحاصيل اللي بيحتاج مناخ مميز كده، يعني ايه يعني في العالم زي بيحتاج لحرارة مرتفعة، هواء رطب، امطار غزيرة. انا هتكلم على الحاجة اللي تخص المناخ، طبعا مش هقول له بقى ايه تربة خفيفة، انا عايزة الكلام اللي خاص بالمناخ. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما مقترحاتك لاتباع مصر نظام الزراعة الواسعة في الصحاري؟ ايه الاقتراح اللي احنا ممكن نضيفه او نقوله عشان نعمل زراعة واسعة في الاماكن الصحراوية؟ فممكن بداية نقول له والله ممكن استخدام طرق الري الحديثة زي الري بالرش والري بالتنقيط، عشان دي أماكن صحراوية فالمياه طبعا ما ينفعش نستخدم الطريقة التقليدية في الري، فلازم أساليب معينة. وكمان نقول له استخدام الآلات الزراعية الحديثة، أنا لو استخدمت آلات زراعية حديثة متقدمة ومتطورة مع الري بطرق حديثة أكيد طبعا هينفع إن احنا نستخدم الزراعة الواسعة وإنتاج وفير في الأماكن الصحراوية. السؤال اللي بعد كده بيقول لي فسر لماذا يعني أو اذكر السبب تعتبر زراعة القمح في مصر زراعة كثيفة؟ ليه زراعة القمح كثيفة في مصر؟ هقوله طبعا لأن الغرض من زراعته هو إشباع حاجة السكان، الهدف من إنتاج القمح في مصر إحنا نكفي نفسنا من الغذاء، فده زراعة كثيفة. وطبعا بيتم زراعة الأرض كمان عندنا في مصر أكتر من مرة، فده بالنسبة لي طب بس مش أكتر مرة من القمح، يعني بنشيل محصول القمح بتزرع مكانه محصول تاني، بس الهدف الأساسي هو إشباع حاجة السكان عامة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي برضه فسر على الرغم من وقوع مصر بقارة افريقيا فانها من اكبر الدول انتاجا للبنجر. طبعا عشان نفهم السؤال هو بيقول يعني قارة افريقيا اللي معروف بحرارتها المرتفعة ازاي بتزرع البنجر اللي محتاج درجة حرارة معتدلة؟ فهنقول له طبعا لان مصر تقع في اقصى شمال القاره، ايه المانع ان احنا نزرعه؟ احنا في اقصى شمال القاره، الجو عندنا معتدل وبالتالي يكون مناخها معتدل وملائم لزراعه البنجر. خاصه بقى احنا عندنا شمال الدلتا دي اكتر منطقه بتنتج البنجر، بنجر السكر. طبعا بنجر السكر مش مقصود بيه البنجر الاحمر الصغير اللي هو الشمندر، لا بنجر السكر ده بنجر كبير كده وابيض، ده اللي بينتج ايه السكر، بيتزرع في كفر الشيخ وشمال الدلتا. السؤال اللي بعد كده والاخير معنا السؤال الخامس بيقول لي ما مدى مصداقيه العباره؟ يعني العباره صادقه ونجيب له الدليل او ولا العباره غير صادقه ونجيب له برضه دليل على كده. بعض محاصيل الالياف هامه للثروه الحيوانيه، يا ترى في محاصيل الياف تنفع للثروه الحيوانيه او مفيده للثروه الحيوانيه؟ اه طبعا. فهنقول له طبعا العباره صادقه،
حيث يعتبر القطن من محاصيل الألياف والذي تستخدم مخلفاته علفا للحيوان. بكده نكون انتهينا من حل أسئلة التميز للدرس الأول في كتاب الأضواء، يعني على أمل أن احنا نلتقي مرة ثانية في درس جديد. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.